مساء الخير. لو ما تعرفش ان ولادة الزرافة دي شيء مذهل جدا ومليانة حكمة وعناية إلهية، فانا عايزك تتفرج على الفيديو ده وتيجي تشوف الجمال ده معايا. انت تعرف ان المسافة اللي بين الارض وبداية ديل الزرافة حوالي 2 متر بالظبط، يعني تقريبا اطول منك ويمكن كمان بارتفاع دور منزل كامل. فازاي وليه الزرافة بتولد جنينها وهي واقفة؟ هو مش خطر على جنين هش وطري لسه في اول ايامه يقع من ارتفاع 2 متر على ارض صلبة وهو لسه بيتولد؟ طب ليه ما بتولدش وهي نايمة زي ثدييات كتير موجودة في الطبيعة؟ حقيقة بقى انها لو ما ولدتش وهي واقفة الطفل بتاعها مش هيعيش. كده تستغرب اكتر. لا يا سيدي، مش استغراب ولا حاجة، ان باقي الثدييات قصيرة، فبعد الولادة مباشرة بيقدروا يوطوا بنفسهم ويقطعوا الحبل السري ويقطعوا الكيس اللي بيبقى فيه الجنين ويلحسوا فيه ويزقوه براسهم لغاية ما يبتدي ياخد أنفاسه الأولى ويتحرك. بس للأسف بالنسبة للزرافة الموضوع ده هيبقى صعب شوية عليها نظرا لطولها اللي بيتجاوز ال5 متر. فازاي هتقطع الحبل السري وتطلع جنينها من الكيس اللي مليان مية ده وهي